شكرا للزميل العزيز محمد حسين وضيوفه الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي. مرحبا بكم في الجولة الأولى من دوري نجوم العراق من موسم 2025-2026، حيث المباراة الأولى التي تجمع نادي أربيل ونادي النجف هنا على ملعب اتروك في أولى مباريات الفريقين في الموسم الجديد. مباراة أكيد تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والمتعة، بلقاء ما بين غزلان البادية وهولير أبناء القلعة الصفراء. نشاهد ونتابع معا أكيد واحدة من المباريات المهمة من الجولة الأولى من دوري نجوم العراق. نادي النجف الذي حل ضيفا، وكذلك أربيل اليوم ضيفا بملعب اتروك. أكيد المباراة ستكون واحدة من أجمل مباريات دورينا لهذا الموسم في اللقاء الأول للفريقين هنا بملعب اتروك، بملعب صقور الجبال ما بين غزلان البادية وهولير. من خلال هذه المباراة كذلك صافرة الدولي زيد الثامر هي من تضبط هذا اللقاء، ويساعده الدولي حيدر عبد الحسن، محمد لؤي، صبحي أوميد، مصطفى الحكم الرابع، بينما بغرفة الفار ليث فرحان، أمير داود، ومقيم الحكام أحمد علي داود. على بركة الله تنطلق صافرة البداية في الجهة اليسرى نادي النجف بالقمصان الزرقاء، أما في الجهة اليمنى نادي أربيل بالقمصان الصفراء. من خلال هذا اللقاء ومباراة اليوم انطلقت بنفس التوقيت كذلك مباراة القوة الجوية والكرخ. قبل هذه المباراتين انتهت مباراة الغراف والموصل بهدف لنادي الغراف، وكذلك المباراتين الآن تنطلق لختام هذه الجولة فيها مباراة مؤجلة ما بين الشرطة والزوراء. نبدأ بالتعريف على أسماء اللاعبين وتشكيلة الفريقين. تشكيلة نادي النجف غزلان البادية كتيبة المدرب محمد عبد العظيم المصري، بالحراسة أمجد رحيم يحمي شباك نادي النجف، بينما بخط الدفاع علي فائز ومحمد جاسم قلبين. الدفاع في الجهة اليمنى أحمد نعيم، أما في الجهة اليسرى حمزة عدنان، جاتوش بانوم بوسط الملعب إدريس يانج ومحمد المرمور اليمني. هنا التصدي وهنا الإبعاد يأتي مبكرا، ولكن هنا أبعدت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. بداية قوية تبدأ، وكذلك نكمل أسماء لاعبي نادي النجف، بينما عبد الله حسون، جعفر عبيس، ورضا فاضل لتشكيلة المدرب محمد عبد العظيم. انتقال هنا بعد هذه الإعادة ومرور وتصويبة اللاعب مصطفى قابيل باللقطة الماضية، بينما تشكيلة الجنرال باسم قاسم لكتيبة أربيل. بالحراسة السرهنج محسن اليوم يواجه فريق السابق نادي النجف من خلال مباراة اليوم، بينما بخط الدفاع هارون الزبيدي ونودوكا جونيور، أحمد زيرو، مامادو ديارة، أكو حزير، علي شاخوان، همان طارق، سيفين منصور، وكذلك شير زود تيميروف ومصطفى قابيل. هي تشكيلة نادي أربيل. نظرت لي المدرب الوافد الجديد محمد عبد العظيم، سبق وأن درب نادي الشرطة في الموسم الماضي، وأولى مبارياته كانت مع الشرطة هي ضد نادي النجف، واليوم مباراته الأولى مع نادي النجف. الكابتن محمد عبد العظيم درب نادي الشرطة ومصر المقاصة وظفار العماني، وينتقل للتدريب بنادي النجف لغزلان البادية. عدت الكرة والانطلاقة قوية وسريعة من مصطفى قابيل، يحاول المرور لكن هنا تنقطع من اللاعب نودوكا جونيور. نوداكا جونيور حاول النيجيري باللقطة الماضية، لكنها عادت هنا عند دفاعات نادي أربيل لتصل مرة أخرى من أربيل. جونيور حاول التقدم، مامادو ديارة إلى المدافع وللأمام، عدت وبمنتصف الملعب. هنا التصويبة، سيفين منصور يبدأ بالتهديد، والتهديد الثاني على مرمى الحارس أمجد رحيم القادم من الكهرباء، لعب للكهرباء وفط ميسان ونوروز. التحدي باللقطة الماضية والتصدي من الحارس أمجد رحيم يحمي عرين غزلان البادية نادي النجف.
شاهد هناك تدخل علي فائز لكن كان متأخرا، وأتت التصويبة من اللاعب شيرزود تيميروف الأوزبكي لاعب نادي بيكيان الأوزبكي. هنا نعم الوافد الجديد كذلك مع كتيبة نادي أربيل. تشكيلة أربيل أمام تشكيلة النجف من خلال هذا اللقاء. الجولة الأولى فيها حماس كبير، فيها ندية كبيرة، محاولة هنا لمصلحة نادي النجف التقدم. تأتي بهذه الكرة من محمد المرمور وكرة الله، رضا فاضل بأول أهداف المباراة. رضا يسجل أول أهداف اللقاء لغزلان البادية. هنا الغزال الأسمر لكتيبة النجف. نعم النجف وسرعة الغزلان براسية الفنان. طير يا طير وبذلة حير، طير من اللاعب رضا فاضل بأول أهداف المباراة بسرعة الغزال. هنا المرور، هنا العبور، هنا حمزة عدنان قال له هاك يا فنان، حطها بالراس وأسكنها المرمى بهدف جميل براسية جميلة. نعم بأول أهداف المباراة طموح اللاعب الشاب أمام الحارس الخبرة من رضا فاضل يوقع على أول أهداف المباراة لنادي النجف. رضا أول أهداف المباراة لغزلان البادية بهدف جميل بآخر لقاء جمع الفريقين في الموسم الماضي كان بملعب النجف وانتهى لمصلحة أربيل بهدفين مقابل هدف. والآن يتكرر هذا السيناريو هنا بأرض محايدة بملعب تهوك، لكون ملعب فرانسو حريري يخضع للصيانة. لكن أبناء النجف قطعوا هذه المسافة الطويلة من الفرات الأوسط من النجف الأشرف وصولا إلى مدينة تهوك ليعلنون يخطفون النقاط الثلاثة من خلال مباراة اليوم بهدف جميل كان من اللاعب رضا فاضل. يعلن عن أول أهداف المباراة. شاهد لي، تابع لي لمسة الفنان اللاعب الخبرة حمزة عدنان بتلك العرضية الجميلة، أعطاها نعم بكرة على طبق من ذهب، واللاعب لم يقصر. رضا فاضل يعلن عن أول أهداف المباراة. الهدف المبكر، هدف حرك المياه الراكدة، هدف كسر حاجز التردد للاعبين، وعادت الكرة الآن للفريق الضيف. ممكن الثاني ولكن انقطعت هنا الكرة بوسط الملعب. همام طارق محاولة لمصطفى قابيل. هنا تيميروف عدى من الأوزبكي، ولكن صافرة الدولي زيد ثامر والخطة هنا لكنها لا زالت مستمرة. هذا سيفين منصور لمصطفى قابيل. تيميروف حاول وعلي فائز القائد يعدي من علي فائز والمرور، مر بالكرة عدى عبد الله حسون، ماشي حسون، عدى حسون، تأتي العرضية حسون والكرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. يا لها من بداية قوية ويا لها من بداية رائعة، بداية جميلة للنجف. عبد الله حسون القادم من كربلاء في الموسم الماضي. عبد الله حسون مثل نادي كربلاء ببداية جميلة لنادي النجف. بالدقائق الخمسة الأولى يعلنون عن أول أهداف المباراة، بينما نادي أربيل الآن أصبح يبحث عن هدف لكي يعدل نتيجة المباراة. نشاهد نتابع علي شاخوان العائد لكتيبة أربيل، العائد لقلعة أربيل بعد أن مثل القوة الجوية بالموسم الماضي، وعادت من علي شاخوان. هناك نقلة لأحمد زيرو، من زيرو إلى مامادو ديارا، مامادو وبمنتصف الملعب عادت الآن إدريس أنيانغ، بانوم من إدريس أنيانغ. إدريس أنيانغ السنغالي انتقل من الطلبة إلى نادي النجف، هو سبق وأن مثل كذلك الطلبة والشرطة والميناء وينتقل للنجف. واحد من اللاعبين المميزين في دورينا إدريس أنيانغ. عدت الكرة والتقدم هنا همام طارق، همام الوافد من الطلبة انتقل لصفوف نادي أربيل.
مع كتيبة المدرب باسم قاسم الجنرال الذي يقود القلعة الصفراء من خلال هذا اللقاء. هل تحافظ على أسوارها بهذه المباراة أم الغزلان سيتسلقون جدران تلك القلعة ويحتلون امبراطورية باسم قاسم ليخطفون النقاط الثلاثة ويعودون بها للنجف ب3 نقاط في أولى مباريات هذا المشوار الجديد من دوري نجوم العراق لموسم 25-26. لكن محمد جاسم متواجد يقطع الطريق، عدت وبمنتصف الملعب هنا العبور، مر بالكرة عدنان حمزة ولكن انقطعت هناك لتعود الآن مرة أخرى. هنا العرقلة واضحة لكن تصل لجعفر أبيس، يحاول القادم من الكرخان الكناري، عدى الكناري سجل الثاني. محمد المرمور العقيد السوري يعلن عن ثاني أهداف المباراة بعد التقدم، بعد نقلة اللاعب جعفر أبيس. محمد المرمور يمرمر دفاعات أربيل، يمرمر دفاعات أربيل. نعم المرمور هو مر، هو حنظل لا ينجرع، يسجل ثاني أهداف المباراة بلمسة المحترف الفنان محمد المرمور العقيد السوري يعلن عن ثاني أهداف المباراة. الله 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 يا غزلان البادية، نعم من البادية من النجف. هنا محمد كيف خطف الكرة من المدافع جونيور، عدى باغتة الحارس، نعم يقطع الكرة من الحارس سرهنج ويعلن عن ثاني أهداف المباراة. يا لذكاء هذا اللاعب محمد المرمور، يمرمر دفاعات أربيل ويسجل ثاني أهداف المباراة بهدف ثاني للنجف. نعم النجف الذي لا يخطأ، النجف الذي دائما ما يضع كراته بالهدف. صدق من قال الكرة لو بالهدف لو بالنجف، ووضعها محمد المرمور بالهدف. بالهدف يأتي هدف ثاني في المباراة لنادي النجف من محمد المرمور الوافد الجديد لاعب نادي النجمة والعهد، يسجل ثاني أهداف المباراة. سرهنج الموسم الماضي مثل نادي النجف وكذلك لعب أيضا لنادي أمانة بغداد. شاهد هذه الإعادة، استدعى حكم الفار للتأكد باللقطة الماضية هل يكون الهدف شرعي أم يعود الحكم بعد أن عاد للفار. يبقى هو صاحب القرار في هذه اللقطة. شاهد هل كان تدخل مباشر على قدم الحارس أم الكرة مرت من تحت أقدام الحارس سرهنج محسن، وبالتالي يبقى القرار عند حكم المباراة هل يعلن الهدف شرعي ولا وجود لتدخل أم يلغى الهدف الثاني من نادي النجف بعد العودة للفار. لا وجود، نعم لا وجود للهدف الثاني، هدف ملغي. هدف اللاعب محمد المرموري يلغى بعد العودة للفار، وكان هناك تدخل باللقطة الماضية. في الحالة الأولى استمرت واحتفل اللاعب وحكم المباراة أعلن الهدف الثاني بعد استغلال خطأ الحارس، لكن كان على ما يبدو بعد ذلك التدخل دعس على قدم الحارس سرهنج، بذلك التدخل وبالآخر يلغى الهدف الثاني من نادي النجف وتبقى النتيجة 1-0. هذه الإعادة بهذه اللقطة كانت هناك دخول مباشر من محمد المرمور بهذه اللقطة، لكن كما تشاهد عزيزي المشاهد الكرة ذهبت من تحت أقدام الحارس وأكمل عليها محمد المرمور، وبالتالي كان هناك قرار عند حكم الفار ليث فرحان وأمير داود. استدعى الكابتن زيد ثامر قال له تعال والقي نظرة، تعال وشوف بعينك هناك تدخل، وبالآخر عاد الكابتن زيد وألغي الهدف الثاني في المباراة. لا زالت النتيجة 1 للنجف لا شيء لأربيل. إذن أحبتي لازلنا نتابع ونشاهد أحداث هذه المباراة والتقدم بهدف دون رد. 1 لمصلحة النجف لا شيء لمصلحة أربيل. أبناء النجف تقدموا بأول أهداف المباراة
ونادي أربيل يسعى للعودة من أجل تعديل نتيجة المباراة. عادت الكرة بمنتصف الملعب، هناك من اللاعب سيفين يلعبها، وصلت إلى اللاعب أكو حزير. أكو حزير لاعب نادي تهوك في الموسم الماضي. هذه عادت بوسط ملعب المباراة. نامادو من اللاعب نامادو ديارة، وتصل لهمام طارق. همام طارق يحاول التقدم تحت العرضية. هنا الهدف. الله 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 الله، يأتي هدف التعادل. شيرزو تيميروف الأوزبكي يعدل نتيجة المباراة. أربيل لن ينتظر طويلا. نعم احتاد فريق أربيل على تسلق الجبال ليصل إلى القمة ويعلن عن هدف التعادل. الامبراطور يعود الآن، وأبناء هولير يعودون. شاهد القلعة الصفراء تحصن أسوارها بهدف التعادل من اللاعب شيرزو تيميروف الأوزبكي. هنا العرضية من همام، وتيميروف بلمسة الفنان. المحترفين يسجلون حضور رائع في دورينا. تيميروف الأوزبكي يعلن عن أول أهدافه بمباراة اليوم. هدف التعادل من اللاعب تيميروف الأوزبكي. شيرزو تيميروف جاء هدف التعادل. إذن 1 لأربيل 1 للنجف. ووصلت الكرة مجددا مرة أخرى. هذه عدت همام، الإبعاد يأتي من همام طارق وبالراس إدريس أنيانج. أبعتها من إدريس أنيانج. بانوم تصل مرة أخرى. جاتوش بانوم رضا وإلى خارج أرضية الملعب. هذا أحمد ناعم من الموسم الماضي جدد الولاء لنادي النجف، هو كذلك لعب للنفط والقاسم، ولكن الموسم الثاني مع نادي النجف مع كتيبة المدرب محمد عبد العظيم. هذه تصل مصطفى قابيل لاعب منتخبنا الأولمبي، وبمنتصف الملعب علي شاخوان من علي شاخوان. نعم نجل الكابتن شاخوان عمر لاعب نادي أربيل السابق. وتصل الآن للاعب همام طارق، وصلت من همام جونيور هناك مامادو يلعبها لأحمد زيرو. عادت لمامادو مرة أخرى، هي تعود جونيور بنقل لهمام طارق من الجهة اليسرى، لا زالت مستمرة حتى الآن. وعند دفاعات نادي أربيل انتشار لجنود القلعة الصفراء بهذه المباراة بوسط الملعب. هناك التقدم من شاخوان، عدت الآن ولكن يأتي الإبعاد. تتخلص باللقطة الماضية سيفين منصور، حاول أكو زير لكنها انقطعت من إدريس أنيانج وتعود بنقله. هناك محمد المرمور من السوري والذي سجل الهدف الثاني وألغي بعد التدخل باللقطة الماضية التي تدخل بها حكم المباراة. هذاك هو اللاعب أحمد زيرو بالرقم 31 لاعب للشرطة وزاخو وتوك. تعود الكرة مرة أخرى. مصطفى قابيل، التقدم الآن من مصطفى قابيل. هنا المحاولة علي فائز، هي التدخل. نعم هنا المحاولة تحت اقدام علي، وتعود مرة أخرى بمنتصف الملعب لعبد الله. ممكن أن تكون بأقدام جعفر عبيس، من جعفر عبيس القادم من الكرخ الكناري. نعم والتحق بصفوف الغزلان ليكون النجم والفنان مع نادي النجف لهذا الموسم. لكن عدت تلك الكرة، وبلقطة أخرى تعود من علي شاخوان عند اللاعب أكو حزير. من أكو وصلت لمامادو جونيور لمامادو. الكرة لا زالت بوسط ملعب المباراة. انتشار بتكتيك عالي للفريقين وتكنيك واضح بالمباراة. تشاهد هدف جاء بالدقائق الخمسة الأولى لنادي النجف للفريق الضيف، وبالدقيقة 14 عاد نادي أربيل ليعلن عن هدف التعادل عن طريق اللاعب شيرزود
تيميروف الأوزبكي، وعادت مرة أخرى للحارس الخبرة سرهنج محسن، واحد من أقدم اللاعبين في دورينا. سرهنج محسن تعود مرة أخرى. هو الموسم الماضي مثل نادي النجف وعاد للديار ليمثل نادي أربيل بهذا الموسم. كابتن الفريق علي شاخوان وإدريسا إنيانج، تعود من إدريسا الكرة من إدريسا لبانوم، وخطأ هنا صافرة حكم المباراة الإثيوبي جاتوش بانوم. إثيوبي لعب لنادي نوروز. هذا حمزة عدنان. لازلنا نتابع حتى الآن التقدم بهدف جاء عن طريق هذا اللاعب بعرضية اللاعب حمزة عدنان وبراسية اللاعب رضا فاضل، التي أعلنت عن أول أهداف المباراة لمصلحة نادي النجف. ومن ثم عاد نادي أربيل بتلك العرضية من اللاعب همام طارق إلى اللاعب شيرزود تيميروف الأوزبكي. هنا حمزة عدنان براسية تتخلص، والإبعاد لا زال عند اللاعب محمد المرمور، وصلت من المرمور لعبد الله حسون، وتصويبه من حمزة عدنان إلى خارج أرضية الميدان. بنفس التوقيت أحبت انطلقت مباراة القوة الجوية والكرخ، ولا زالت كذلك تلك المباراة مستمرة بالتعادل، لكن التعادل السلبي من دون أهداف. بينما هنا مباراتنا مباراة أربيل والنجف مستمرة بالتعادل الإيجابي بهدف لنادي النجف وهدف لنادي أربيل. من خلال هذا اللقاء، من خلال هذه المباراة، أكيد مباراة كما ذكرنا باللحظات الأولى حملت في طياتها الكثير من الإثارة والمتعة، من التحدي الكبير بشغف الجماهير والإصرار على خطف النقاط الثلاثة الأولى في أولى مباريات الفريقين. نعم، نادي النجف ذهب بمعسكر تدريبي هناك في إيران، وأيضا خاض 4 مباريات ودية، بينما نادي أربيل لن يعسكر خارج العراق، بقي في أربيل وأجرى وحداته التدريبية. هذه الجماهير المتواجدة من محافظة النجف الأشرف، وكذلك في الجهة المجاورة جماهير نادي أربيل الحاضرة من أربيل. إذن جماهير الفريقين متواجدين بملعب تهوك، بملعب صقور الجبال. بالأمس شهد مباراة صقور الجبال وصقور الغربية التي انتهت لمصلحة نادي القرمة بهدف دون رد. خسرت هوك بأرضه بهدف مقابل لا شيء. يا ترى بمباراة اليوم النتيجة لمن تكون؟ ثمرة هذه المباراة ونقاطها لمن ستكون؟ هل لكتيبة المدرب محمد عبد العظيم من المدرب المصري، أو تكون لكتيبة الجنرال باسم قاسم؟ نتابع ونشاهد. أحبتي، أحداث هذه المباراة لا زالت مستمرة بندية هذا العطاء، بندية أجواء هذه المباراة الجميلة. يلف ويدور بهذه الكرة علي الشاخوان، انقطعت الآن. هناك نقلة تأتي من اللاعب دوكا جونيور، عدى بالكرة، نقلة تأتي، هنا المرور، هنا الإبعاد من زيرو، تتخلص حمزة عدنان. خلص الكرة حمزة عدنان، ابعتها باللقطة الماضية. نعم، حتى الآن ونادي النجف يقدم معطيات جميلة، موسم مختلف، موسم رائع. عدت الكرة يا جماعة، موسمنا الجديد مختلف جدا، موسم غير نشاهد فيه الكثير من النجوم، من المحترفين، من اللاعبين، الكل عنده إصرار، الكل داخل بمرحلة تحدي كبير. نعم، وخير دليل الجولة الأولى حتى هذه المباراة لن تشهد أي تعادل. المباراة الأولى التي جمعت ديالى وأمانة بغداد انتهت لنادي ديالى بهدفين مقابل هدف، ومباراة الطلبة وزاخو انتهت بهدف لنادي الطلبة. مباراة نوروز والكهرباء التي انتهت لنوروز ب3 أهداف مقابل هدفين. مباراة الميناء ونفط ميسان انتهت ب3 أهداف مقابل هدف وحيد لنادي الميناء. وكذلك مباراة النفط والقاسم التي انتهت لمصلحة النفط ب3 أهداف دون رد. مباراة القرمة وتهوك التي انتهت للقرمة بهدف مقابل لا شيء. ومباراة الغراف والموصل التي انتهت للغراف بهدف مقابل لا شيء. وآخر مباراتين من هذه الجولة لا زال التعادل فيها حاضر. هل يكون هناك تعادل بهاتين المباراتين أم ستكون هناك نتيجة لطرف على حساب الطرف الآخر؟ نتابع ونشاهد. هناك المزيد من الوقت. السلامة للاعب محمد
المرمور. الظهور الأول لهذا اللاعب في دوري نجوم العراق بعد الارتقاء باللقطة الماضية. محمد المرمور السوري تعرض للإصابة. السلامة لكل اللاعبين. المباراة فيها ندية رائعة، فيها إثارة، فيها تحدي بعد هذا الارتقاء باللقطة الماضية. تحدث عن نادي النجف. سلامة اللاعب محمد المرمور. نادي النجف في الموسم الماضي احتل المركز الخامس عشر بسلم الترتيب لدوري نجوم العراق. خاض 38 مباراة، فاز ب 11 مباراة وتعادل ب 13 مباراة، بينما خسر 14 مباراة. تمكن من تسجيل 37 هدف واستقبل الشباك 36 هدف، وكان برصيده 46 نقطة، بينما نادي أربيل كان في المركز الثاني عشر وأيضا لعب 38 مباراة. سلامة اللاعب محمد المرمور ترك أرضية الملعب بسبب الإصابة. أربيل فاز ب 15 مباراة وتعادل ب5 وخسر 18 مباراة. عدت الكرة الآن بالوسط والخطورة قائمة، لا زالت مستمرة لنادي النجف. هي وصلت الآن بمحاولة، عدت يأتي الإبعاد بنحو زيرو. زيرو مر بالكرة يا زيرو. سلامة اللاعب. سقوط أحد لاعبي نادي النجف بعد التدخل باللقطة الماضية. صافرة حكم المباراة الدخول بقوة، هذا يؤثر على سلامة اللاعبين، ولا لا نريد أن نشاهد الإصابات والتدخلات القوية. شاهد هنا بهذا الارتقاء والصعود من اللاعب جعفر عبيس باللقطة الماضية ما بين أكو حزير وجعفر عبيس بتلك اللقطة، أو هارون الزبيدي عفوا وجعفر. سلامة لجعفر بعد أن غادر اللاعب محمد المرمور، وجعفر لا زال يشكو. سلامة اللاعب جعفر عبيس. لابد أن يكون كذلك تركيز بمثل هكذا حالات بالصعود بالارتقاء. هذه جماهير المتواجدة، جماهير نادي أربيل الحاضرة بملعب توك، وهي تؤازر وتشجع. أكيد حلاوة ملاعبنا هي بتواجد الجماهير بالوجوه النيرة التي دائما ما تنور الملاعب العراقية بحضورها. نعم نستمتع بالهتافات بالأهازيج التي يطلقونها وتحفيزهم للاعبين خلال مباريات دوري نجوم العراق. صفا هادي على ما يبدو هو سيكون البديل عن اللاعب محمد المرمور الذي ترك أرضية الملعب بسبب الإصابة. السلامة لمحمد المرمور. نعم تغيير اضطراري للمدرب محمد عبد العظيم، وصفا هادي يشترك الآن قادم من القوى الجوية، لعب لنادي تراكتور سازي الإيراني والزورام. المرمور يترك أرضية الملعب. المحترف السوري يترك الآن أرضية ملعب المباراة. بالسلامة بهذا اللاعب. أكيد اللمسة واضحة لهذا اللاعب وتحركاته الجميلة. الآن يترك أرضية ملعب المباراة. نتمنى السلامة لكل اللاعبين. حتى الآن وصلت الكرة عند اللاعب جونيور دوكا. جونيور عادت لعلي شاخوان، انقطعت الآن. صفا هادي بهذا التدخل وتصل من رضا فاضل. هناك تعود مرة أخرى أكو حزير بالرقم 19، يلعب هذه الكرة بنقلة باتجاه اللاعب أحمد زيرو، لكنها بعيدة على زيرو وتغادر أرضية ملعب المباراة. سلامة اللاعب مصطفى قابيل. السلامة لمصطفى قابيل. نعم لا نريد أن نشاهد التدخلات القوية والإصابات بلحظة وأخرى، لكن الخطأ كان على اللاعب باللقطة الماضية جاتوش بانوم. هذا هو تدخل اللاعب بانوم باللقطة الماضية مع اللاعب مصطفى قابيل، وشاهد مرور اللاعب علي شاخوان بتلك اللقطة. لازلنا نتابع ونشاهد عدة لقاءات جمعت الفريقين من موسم 87-88 حتى موسم 25-26. اللقاء
رقم 47 يجمع الفريقين خلال هذه اللقاءات وهذه المواجهات التي جمعت الفريقين. أكيد المواجهات متقاربة ما بين النجف وأربيل. النجف فاز ب 17 مواجهة وكذلك أربيل فاز ب 18 مواجهة، ولا زلنا نتابع حتى هذه اللحظات ونشاهد أحبتي من خلال أحداث المباراة. التعادل حضر ب 12 لقاء خلال مواجهات الفريقين. من النتائج الكبرى التي جمعت الفريقين كانت الأكبر هي لنادي أربيل بموسم 2002 5-0 كأكبر فوز كان لنادي النجف على حساب نادي أربيل بموسم 2002. هذه النتيجة الأكبر خلال لقاءات الفريقين، هي كأكبر نتيجة حققها نادي النجف على نادي أربيل بذلك الموسم. ولا زلنا نشاهد، لكن هناك العديد من النتائج 4-0 و4-1 أيضا تكررت. هذه الكرة بعد ما عادت كأكبر انتصار كان أيضا لنادي أربيل هو بموسم 2012 4-0 على النجف. وصلت الكرة الآن، سنتحدث فيما بعد بالنتائج التي جمعت الفريقين خلال اللقاءات السابقة، لكن بعد هذه الكرة التي وصلت هنا يأتي الإبعاد تتخلص وعادت الكرة بمنتصف ملعب المباراة. هذه تعود همام طارق، الإبعاد يأتي وبنقله هناك عند اللاعب علي فائز، عادل بالكرة علي فائز والتقدم مرة أخرى لا زالت مستمرة. هذه الكرة عدت ومستمرة حتى الآن بالدقيقة 30 والتعادل مستمر، بينما بنفس التوقيت بالدقيقة 30 في مباراة القوة الجوية والكرخ، القوة الجوية يتقدم على الكرخ بهدف. ولا زلنا نتابع إذن هناك مباراة الصقور والكناري مستمرة بتقدم القوة الجوية بهدف مقابل لا شيء، والتعادل مستمر في مباراة أربيل والنجف. عادت جاتوش بانوم، من بانوم يتقدم لصفا هادي، من صفا هادي هناك نقلة تصل صفا لحمزة عدنان، عادت لعلي فائز يلف ويدور بهذه الكرة من الأسمراني يحاول التقدم، هناك بانوم صفا هادي يأتي هذه الكرة للاعب محمد جاسم، من محمد جاسم تصل لأحمد نعيم، أحمد نعيم الذي يحاول التقدم من أحمد نعيم، مر بالكرة لعبد الله حسون، مر يا حسون، عدى يا عبد الله حسون، وهنا المرور، لكن هنا جونيور يتدخل ويقطع طريق ماموتو. باللقطة الماضية كان هناك لحاق من اللاعب ندوكا جونيور ومامودو ديارا، مامودو ديارا باللقطة الماضية، وأبعدت الكرة إلى ركنية لمصلحة نادي النجف. هل يستغل هذه الكرات الثابتة نادي النجف؟ حمزة عدنان الخبير والفنان بهذا المكان هو على التنفيذ الآن لغزلان البادية من حمزة عدنان. نشاهد أحبتي، نتابع حمزة عدنان الفنان على التنفيذ للكرة الثابتة الركنية لمصلحة غزلان البادية من حمزة عدنان، تنفذ وبالراس من همام طارق تبعد، وعلي يحاول بينما انقطعت هنا، وخطأ لمصلحة اللاعب علي شاخوان. خطأ كان على اللاعب أحمد نعيم بالتدخل باللقطة الماضية، الخطأ كان على اللاعب أحمد نعيم باللقطة الماضية. لا زلنا نتابع حتى الآن، لا زلنا نشاهد حتى الآن أحبتي، ونلعب الدقيقة 33 والمباراة مستمرة بالتعادل بهدف لمثله، 1 لنادي النجف 1 لنادي أربيل. جاء هدف نادي النجف بالدقيقة 5 من اللاعب رضا فاضل، وعاد شيرزوت تيميروف بالدقيقة 14 ليعلن عن هدف التعادل لنادي أربيل. هنا المحاولة من اللاعب أكو لمصطفى قابيل وإلى خارج أرضية الملعب. لاعب منتخبنا الأولمبي مصطفى قابيل، والواضح بالصورة حمزة عدنان تنفذ الآن، حمزة عدنان والكرة إلى خارج أرضية الملعب، غادرت أرضية ملعب المباراة. نشاهد حمزة عدنان ينفذ الكرة الجانبية بمنتصف ملعب المباراة. أكو أعاد الكرة عند اللاعب ندوكا جونيور، من جونيور عادت للاعب مامادو ديارا لهمام طارق، همام طارق وعبد الله حسون. تعود الكرة هناك عند اللاعب جونيور يحاول التقدم، جونيور يلعب لهارون،
هارون الزبيدي اليمني القادم من الزورة، أعاد الكرة مرة أخرى لجونيور، يحاول التقدم بوسط ملعب المباراة لكن تنقطع. دريس نيانغ من جاتوش بانوم وإلى خارج أرضية الملعب. الكرة غادرت أرضية ملعب المباراة، فحتى الآن والعطاء مستمر ما بين النجف وأربيل. عدة لقاءات تاريخية يتتحدث عنها التاريخ، وعدة لقاءات ومواجهات كبيرة جمعت نجوم الفريقين وأسماء الفريقين التاريخية. هذه وصلت، الكرة عدت ولا زالت مستمرة هنا بهذا المرور، هنا بهذا التحدي. صفا هادي يلعبها من صفا والتراجع هنا للخلف. جعفر يعيد الكرة مرة أخرى يا رضا. فاضل هناك تحت أقدام اللاعب شيرزود تيميروف الأوزبكي. عادت لهارون من هارون مرة أخرى عند اللاعب جونيور. جونيور ينتظر بالرقم 25 نيدوكا. جونيور عند اللاعب اكو حزير من اكو مرة أخرى. جونيور إلى مامادو. مامادو ديارة بوسط ملعب المباراة. مامادو بوسط الملعب هنا لأكو حزير يلعبها باتجاه لاعب أحمد زيرو من الجهة اليمنى، لكن هناك حمزة هناك أو رضا فاضل تراجع مكان حمزة ليبعد الكرة، يغطي مع المدافعين وأبعد تلك الكرة إلى خارج أرضية الملعب حتى عادت مرة أخرى. التحدي مستمر. أكو زير شاهد هنا المرور. علي شاخوان عادت الآن بوسط الملعب. التقدم أكو، هل يلعب الكرة هناك باتجاه علي شاخوان؟ تقدم الشاخوان مرة ولكن هناك الإبعاد يأتي من رضا فاضل إلى صفا هادي. من صفا هادي تلعب الآن عند اللاعب بانوم أم إدريسا. مر نيانغ، إدريسا نيانغ السنغالي عدى بالكرة من عبد الله حسون. ماشي عبد الله حسون، مر عبد الله حسون سدد. لا 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 مو بهاي الطريقة يا عبد الله حسون. الكرة وين يا عبد الله حسون؟ إلى خارج أرضية الملعب، مو بهذه الطريقة يا عبد الله حسون. مضت وإلى خارج أرضية الملعب يا عبد الله حسون. فالمحاولات مستمرة والكرات متبادلة بمنتصف الملعب. لن تكون الخطورة حاضرة باستثناء الهدفين. شاهدنا تقدم في الدقائق العشرة الأولى لنادي النجف والوصول لمرمى الحارس سرهنج محسن، وكذلك شاهدنا بالدقائق الأولى الثلاثة الأولى تمريرة اللاعب مصطفى قابيل، لكن تصدى لها الحارس أمجد رحيم، وكانت واحدة من أخطر الكرات حتى الآن، وتمكن من خلالها الحارس أمجد رحيم ليمنع أربيل من تسجيل الهدف الأول. ولكن بعد ذلك سبق كل الأحداث اللاعب رضا فاضل وسجل الهدف. هنا الاحتراف يبدأ من اللاعب حمزة عدنان بعد قرار المساعد باللقطة الماضية. لازلنا نتابع حتى هذه اللحظات. هناك الخطأ بدخول اللاعب حمزة عدنان مع اللاعب علي شاخوان، خطأ كان، والكلام مع المساعد محمد لؤي صبحي نجد الحكم السابق لؤي صبحي. هذا هو همام طارق تنفذ الكرة والابعاد بقبضة اليد، تتخلص خروج لكن لن يحسم الكرة ولن يتمكن من اصطيادها الحارس أمجد رحيم باللقطة الماضية، لكن جاء الانقاذ والابعاد من المدافع احمد بتلك الكرة التي مضت وابعدت. حتى هذه اللحظات مستمر التعادل ما بين الفريقين بعد تدخل اللاعب علي الشاخوان بهذه اللقطة مع اللاعب جعفر عبيس. جعفر عبيس لعب للكرخ الموسم الماضي وعدة مواسم، لكن هذا الموسم ينتقل مع نادي النجف. هذا هو الاعتذار بروح رياضية جميلة وصلت بمنتصف ملعب المباراة. أكو من أكو يتراجع، وهنا المحاولة لا زالت بمنتصف الملعب. أكو حزير صفا هادي وخطأ على اللاعب صفا هادي باللقطة الماضية. مستمر التحدي ما بين نعم الموج الأزرق واللاعب الأصفر. هنا الموج الأزرق لكتيبة غزلان البادية أمام اللهب الأصفر لأبناء هولير، لأبناء القلعة الصفراء التي تريد أن تحصن أسوارها
بهدف ثاني في المباراة وتبتعد بنتيجة اللقاء، بينما الفريق الضيف أبناء البادية أبناء النجف الأشرف من مدينة النجف الأشرف مدينة المقدسات والأنبياء، هذه بعد أن وصلت الآن والكرة تعود مرة أخرى بمنتصف الملعب. عادت هنا عند اللاعب علي شاخوان، وعادت الآن مرة أخرى هي تعود عند هارون الزبيدي. أعاد الكرة من هارون، هناك عند اللاعب شيرزود تيميروف إلى اللاعب ماموتو أعاد هذه الكرة، ماموتو ديارة لسرهنج محسن بنقلة عند اللاعب من هارون الزبيدي. أكو حزير يتراجع ونقلة عادت لهارون الزبيدي، يلعب باتجاه اللاعب ماموتو ديارة. التقدم ولكن هنا دريسة يحاول يقطع الطريق باللقطة الماضية، تنقطع الكرة الماضية من اللاعب دريسة يانغ، تدخل وأبعد تلك الكرة دريسة يانغ. ولا زلنا نتابع حتى الآن خلال هذا اللقاء، خلال هذه المباراة المثيرة ما بين الفريقين، قمة هذا اللقاء ومتعة هذا العطاء ما بين النجف أبناء البادية أمام أربيل. فهل تميل الكفة للفريق الضيف لغزلان البادية أم يكون هناك هدف يجعل نادي أربيل في مقدمة المباراة؟ هذا ما ينتظره جماهير النجف وما تنتظره جماهير أربيل المتواجدة بملعب المباراة. لكن هناك رغم غلة جماهير المتواجدة من النجف هنا بملعب تهوك، لكن أغلب عشاق نادي النجف الآن وهم يشاهدون يتابعون عبر شاشة قنوات شبكة الإعلام العراقي، نعم بشغف يستمتعون بهذا الفريق الجميل بمباراته الأولى. علي فائز هي تدخل الآن من علي فائز ومصطفى قابيل وخطأ صافرة حكم المباراة باللقطة الماضية، ولا زلنا نتابع حتى هذه اللحظات. شاهد دخول ما بين علي فائز وكذلك مصطفى قابيل بالكرة الماضية. نتابع أجواء هذه المباراة، الوقت يمضي ويداهم مجريات الشوط الأول والتعادل مستمر. عبد الله حسون عدى بنقلة جميلة من عبد الله حسون باتجاه جعفر أبيس، مر بالكرة جعفر يتخطى الدفاعات، جعفر الله هيس يا عبيس يسجل هدف ثاني في المباراة. الله 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 بكرة مباغتة بنيران صديقة بهدف عكسي. أحمد زيرو أخطأ وأسكن الكرة بمرمى فريقه، لكن الأجمل من ذلك هيس اسمع يا عبيس، جعفر عبيس بنقلة جميلة. نعم مرر تلك الكرة، لكن زيرو الذي أراد أن يعالج الأمور، الذي أراد أن يبعد الكرة، لكن أسكنها شباكه، أسكن الكرة في مرمى فريقه. هدف بنيران صديقه، نعم لنادي النجف، وضعها بالهدف لنادي النجف مرة أخرى. أصبحت نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف، 2-1 لنادي النجف. هل يعود الفار ليتأكد بهذه اللقطة؟ هل كان فيها شيء؟ ربما يريدون لاعبين نادي أربيل أن يعود حكم المباراة ليتأكد، لكن بعد هذه التمريرة من عبد الله حسون لجعفر عبيس هو حاول، وكان هناك تحاجز ما بين اللاعب نعم بانوم باللقطة الماضية ماماتو بتلك الكرة جونيور أمام جعفر عبيس. بهذه اللقطة حاول اللاعب أحمد زيرو أن يبعد الكرة، ولكن الهدف الثاني بنيران صديقة من المدافع بهدف جميل، لكن عاد الحكم للفار، زيد ثامر يتأكد في حال إذا كان هناك تدخل. وباللقطة الأولى بهذه الحالة
الدفع هل كان من اللاعب جعفر عبيس أم من اللاعب ندوكا جونيور؟ شاهد هل تستمر ويكون الهدف شرعي بهذه اللقطة أم يلغى الهدف الثاني لنادي النجف؟ في الدقائق الأولى ألغي هدف اللاعب محمد المرمور بسبب التدخل مع الحارس سرهنج محسن. الهدف الثاني ألغي من النجف، وبهذه الحالة يبقى القرار عند حكم المباراة. في هكذا حالات يعود فيها الحكم للفار ليتأكد في حال إذا كان نعم هناك استدعاء من غرفة الفار من الحكم ليث فرحان وأمير داود المتواجد. ننتظر القرار في هكذا حالة تدخل بهذه اللقطة. هل كانت قدم اللاعب فيها داعس على قدم اللاعب الآخر أو التباعد بهذه اللقطة؟ هو يركز الآن على أقدام اللاعبين. تعاد اللقطة لأكثر من مرة أمام حكم المباراة أو الحجز بالكتف. نعم كتف اللاعب كان من بداية الدخول كان من اللاعب جونيور باللقطة الماضية بهذه الطريقة، والكرة كانت أمام اللاعب جعفر عبيس. جعفر ابتعد بهذه اللقطة. إذن هل تستمر والهدف يكون شرعي لنادي النجف ويحتسب ثاني أهداف المباراة لمصلحة نادي النجف أم يلغى الهدف؟ يبقى القرار عند حكم المباراة. والعودة وزيره كأنه يشكو أمره للباري عز وجل وكأنه يقول يا رب أن لا يكون هدف، بينما هو نعم هدف يحتسب لنادي النجف. هدف بعد العودة وبعد أن ذهب وتأكد من القرار. شاهد بهذه اللقطة هو تعثر بالكرة. شاهد كان هناك حجز ما بين اللاعب جعفر عبيس، لكن بخشونة البنية الجسمانية ما بين اللاعبين تعثر اللاعب جونيور واستغل هذا السقوط اللاعب جعفر عبيس ومرر هذه الكرة. إذن هدف شرعي أسكنها الشباك اللاعب زيرو. أحمد زيرو أعطى هدية لنادي النجف، أضافت الهدف الثاني لغزلان البادية وتصبح نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف. إذن 2-1 نتيجة المباراة أحبتي. النجف يسجلون ثاني أهداف المباراة. جعفر عبيس تقدم بطريقة رائعة، و5 دقائق وقت إضافي لنهاية أحداث الشوط الأول. لازلنا نتابع، لازلنا نشاهد أحبتي. كرة بمكان خطير، علي شاخوان على التنفيذ بهذه الكرة الثابتة وبالراس يأتي الابعاد من عبد الله حسون. تتخلص الآن هنا التقدم بنقلة، تأتي العرضية مرة أخرى. أحمد نعيم وصلت عبد الله لهمام. طارق أكو التراجع هذه كرة لعلي شاخوان باتجاه سيفين منصور. هنا الخروج لأمجد رحيم. أمجد رحيم ويا لخطورة وسرعة اللاعب تيميروف الأوزبكي الذي يحاول أن يتخطى ويشغل دفاعات النجف بهذا الارتقاء، لكن حمزة عدنان كان ملاصق للاعب تيميروف باللقطة الماضية والكرة عادت الآن. حمزة عدنان بهذا التمركز السليم لهذا اللاعب حاول يريد أن يخترق، لكن الكرة عدت. أحمد زيرو يريد أن يعوض ولكنها ضاعت يا أحمد زيرو وإلى خارج أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة. حتى الآن المحاولات مستمرة بندية هذا اللقاء بإثارة هذه المباراة من أمجد رحيم باتجاه أحمد نعيم والتقدم هنا لمحمد جاسم إلى أمجد عدت وبنقلة طويلة بالراس يأتي الإبعاد. ماماتو ديارة من ماماتو والكرة بوسط الملعب. عدنان لصفاء وصافرة حكم المباراة. هنا الخطأ لمصلحة نادي النجف بعد التدخل بالكرة الماضية بهذه اللقطة ما بين اللاعب مصطفى قابيل وكذلك اللاعب حمزة عدنان. لا زلنا نتابع حتى الآن أحبتي. الكفة تميل الآن لمصلحة غزلان البادية لنادي النجف بهدفين مقابل هدف. وصلت الكرة بالراس، هنا التقدم براسية أخرى عدت بتصويب قوية إلى خارج أرضية الملعب بتسديدة رائعة مرت إلى خارج أرضية ملعب المباراة.
بصاروخ من مكان بعيد، ولكنها ذهبت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. هنا التقدم مرة أخرى، هنا العبور، هنا المرور، وهنا خطأ، وعلي فائز بهذا التدخل. ما فعلت يا علي فائز؟ بطاقة صفراء، بطاقة صفراء تشهر من حكم المباراة. نعم، بخطأ بعد التدخل بالكرة الماضية، والبطاقة الصفراء على اللاعب علي فائز بهذا الدخول. قوي جدا كان من علي فائز مع اللاعب مصطفى قابيل، وصافرة حكم المباراة أشهرت البطاقة الصفراء. مباراة القوة الجوية والكرخ كذلك مستمرة بتقدم نادي القوة الجوية بهدفين مقابل لا شيء. وهنا بهذه المباراة المستمرة هذه كرة عدت بالراس، ممكن أن تكون، والإبعاد يأتي بهدفين مقابل هدف. نادي أربيل يسعى للعودة في المباراة وتعديل نتيجة اللقاء بهذه اللحظات المتبقية من أحداث الشوط الأول. شوط مثير أحبتي، شوط ممتع، شوط رائع، شاهدنا فيه جمل فنية، فيه تكنيك عالي من اللاعبين، وفيه جمل تكتيكية رائعة. يا ترى ما الذي تكلم به الجنرال باسم قاسم بغرفة الاستراحة، وما الذي قاله الكابتن محمد عبد العظيم قبل بداية المباراة، حتى أصبحت ندية هذا اللقاء بين الفريقين بهذه المتعة والإثارة، وأصبح التقدم لنادي النجف بهدفين. النجف هذا الموسم ما شاء الله موسم أكيد بدايته بداية رائعة، بداية جميلة ما بين النجف وأربيل. تصل محمد، هنا المرور من جعفر، عدت إلى عبد الله حسون وتغادر أرضية ملعب المباراة. الكرة غادرت أرضية ملعب المباراة باللقطة الماضية. نعم أحبتي، وتأتي صافرة حكم المباراة الدولي زيد ثامر تعلن عن نهاية أحداث اللقاء بتقدم نادي النجف بهدفين مقابل هدف. وأكيد سنعود بعد الاستراحة القصيرة ونكمل معكم مجريات الشوط الثاني من هذا اللقاء.
هیچ مشکلی نمیگه. اگر جواب منله ندیار. عبری آهن خراب نینه.
السلام عليكم. من خلال أحداث الشوط الثاني من الجولة الأولى للفريقين وأولى مباريات الفريقين من دوري نجوم العراق، بعد ما تركنا الشوط الأول ينتهي بتقدم نادي النجف بهدفين مقابل هدف. وهنا الكرة انطلقت وصافرة حكم المباراة للشوط الثاني من الدوري زيد ثامر، ويساعده الدولي حيدر عبد الحسن ومحمد لؤي صبحي، بينما الحكم الرابع أميد مصطفى، وبغرفة الفار ليث فرحان وأمير داود، أي فار مقيم الحكام أحمد علي داود. غادرت أرضية ملعب المباراة وتعود الآن لمصلحة نادي أربيل. أربيل يسعى للعودة من أجل تعديل نتيجة المباراة. تيميروف حاول التقدم والكرة تصل الآن هنا بتصويبة من هذا المكان، وهنا أمجد رحيم يحاول الثاني. الله، مصطفى قابيل يعدل نتيجة المباراة من الفتى الفنان مصطفى قابيل. الآن هذا هو مصطفى قابيل، يعود بكتيبة هولير ويسجل ثاني أهداف المباراة، يعيد الأمل ويعدل نتيجة المباراة. هنا التصويبة، هنا التصدي، هنا قابيل نعم يسجل ثاني أهداف المباراة بتسديدة اللاعب أكو حزير. تصدى لها مصطفى قابيل وتصدى لها أمجد رحيم، ولكن قابيل كان متابع جيد، متابع بدقة، تابع الكرة بعد أن تصدى لها أمجد رحيم ويعلن عن ثاني أهداف المباراة. الهدف الثاني والتعادل. عادت القلعة الصفراء مرة أخرى، والكلام ما بين باسم قاسم ورحيم حميد. هدف ثاني يسجل، التعادل، وتعود المباراة كفة بكفة. 2 لنادي أربيل و2 لنادي النجف. وصلت من جديد بمحاولة أخرى. أول أهداف اللاعب مصطفى قابيل هذا الموسم عاد بهدف التعادل. وهنا همام طارق يتقدم، همام طارق والعرضية تأتي عرضية لكنها انقطعت، وادريس نيانج يلعبها همام طارق مرة أخرى. من همام تراجع يعني شاخوان، وهذا أكو حزير تقدم، سيفين قريب، سيفين منصور، ثوران، وهنا أكو بعيد، أكو حزير، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة غادرت أرضية ملعب المباراة. نعم أربيل يعود مرة أخرى
أربيل يعدلون نتيجة المباراة حتى هذه اللحظات، ولا زلنا نشاهد ونتابع أحبتي بعد التقدم بالمباراة حتى هذه اللحظات. التعادل كفة بكفة، 2 لغزلان البادية و2 لأربيل القلعة الصفراء في هذه المباراة، بعد أن عادت المباراة بالتعادل ما بين الفريقين. مصطفى قابيل سجل الهدف الثاني، وهنا المرور يأتي العبور من أحمد زيرو. أحمد زيرو الذي سجل هدف عن طريق الخطأ بمرمى فريقه. الكرة وصلت هنا بعد هذا التقدم مرة أخرى. يلا المرور، يلا العبور. قابيل يحاول أن يتخطى دفاعات النجف، ولكن هنا الإبعاد يأتي من حمزة عدنان. وصلت الآن للاعب سيفي المنصور بالراس، تقدم وخروج الحارس أمجد رحيم. خروج الحارس أمجد رحيم باللقطة الماضية. نشاهد أحبتي، نتابع. هدف كان رائع من اللاعب مصطفى قابيل، هذا اللاعب الشاب في الموسم الماضي عنده 6 أهداف مع نادي أربيل، بينما كان هداف نادي أربيل في الموسم الماضي اللاعب يوسف بن سودة ب 11 هدف. وشيركو كريم الذي غادر الفريق وانتقل لزاخو كان عنده 9 أهداف. وسيفي المنصور المتواجد أيضا في الموسم الماضي عنده 6 أهداف. هذه وصلت بنقلة بمنتصف ملعب المباراة، هي تعود من أحمد زيرو. أحمد زيرو يحاول النجف يسعون للعودة والتقدم بالمباراة بهدف آخر من أجل الابتعاد بنتيجة المباراة. مباراة فيها ندية كبيرة، فيها إثارة كبيرة ما بين الفريقين، ولا زلنا نتابع حتى الآن. هذا علي شاخوان. التقدم كان للنجف والتعادل عاد من أربيل في الشوط الثاني، لتصبح نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدفين من خلال أحداث هذه المباراة. هناك أيضا مباراة القوة الجوية والنجف، لا زالت مستمرة بتقدم القوة الجوية بهدف دون رد بعد أن ألغي الهدف الثاني كذلك من القوة الجوية، لتستمر بهدف مقابل لا شيء. التعادل مستمر هنا الآن لمصلحة نادي أربيل. نشاهد ركنية تنفذ لهولير، تأتي العرضية، هنا الخروج وهنا الإبعاد يأتي تتخلص الكرة إلى خارج أرضية الملعب. أكو باللقطة الماضية، أكو زير شاهد مرور هذا اللاعب وكيف نفذ هذه الكرة من هذا المكان، لكن أصابع الحارس على ما يبدو لامست الكرة أو لا غادرت أرضية الملعب. ركلة مرمى الآن لنادي النجف. زيد ثامر الحكم الدولي، ماجستير تربية رياضية تدريسي في جامعة النهرين، وكذلك الدولي حيدر عبد الحسن المساعد الأول، حكم دولي من كربلاء. صبحي محمد لؤي صبحي الحكم المساعد الثاني. هذه تنفذ الكرة بمنتصف ملعب المباراة، مستمرة حتى الآن خلال أحداث هذا اللقاء. صفا هادي أعاد الكرة بمنتصف الملعب من حمزة، نقلة بأقدام اللاعب عبد الله حسون لصفا هادي. المرور، الكرة تحت أقدام صفا يحاول من صفا هادي تمريرة رائعة، وصلت يا صفا لرضا عبد الله حسون بتصويبة من عبد الله حسون، لكنها تصل لأقدام دفاعات نادي أربيل. نعم، اللهب الأصفر أمام الموج الأزرق. الموج الأزرق النجف لغزلان البادية. نعم، هنا جانبية وصلت، عدت الكرة وبتصويبة أخرى غادرت أرضية الملعب. الكرة غادرت أرضية ملعب المباراة بعد الإبعاد وبعد التدخل باللقطة الماضية. لازلنا نشاهد أحبتي، لازلنا نتابع عن تلك الأحداث الشيقة الممتعة الرائعة. نادي النجف الموسم الماضي احتل المركز ال15 بترتيب دوري نجوم العراق، وكذلك هذه كرة عدت لتصل لأمجد رحيم، من أمجد رحيم يلعبها، والتقدم لا زال مستمر بهذه الكرة، بهذه المحاولة
هنا العبور ياتي ولا زال مستمر لمصلحة نادي النجف لغزلان البادية باتجاه اللاعب أحمد نعيم. من أحمد نعيم عند اللاعب إدريس إنيانج، يلعبها من إدريس إنيانج، وهذا التقدم هناك بنقلة عدت ولا زالت مستمرة. الاختبار الأول لكتيبة المدرب محمد عبد العظيم عظيمة المصري مدرب نادي النجف أمام كتيبة المدرب باسم قاسم. نتابع حتى هذه اللحظات، نشاهد أحداث هذه المباراة من خلال هذا اللقاء. بعد ذلك التدخل باللقطة الماضية. نادي النجف بتاريخه العريق، النادي الذي تأسس عام 1961، غزلان البادية، الفريق الذي يسعى ويطمح لإسعاد جماهيره بتحقيق لقب. على أقل تقدير هذا ما يحتاجه جمهور النجف. نعم ونعم، فريق النجف في تطور مستمر، وهو أيضا كان وصيفا للدوري العراقي 3 مرات في موسم 95-96 مع المدرب ناجح حمود. هذه كرة عدت وهنا بوسط ملعب المباراة مستمرة من هارون، انقطعت لصفاء، صفاء هادي، هناك عرقلة وخطأ. كنت أتحدث عن وصافة نادي النجف ب3 مرات، مرة مع المدرب ناجح حمود، وكذلك في موسم 2005 مع المدرب هاتف شمران، و2009 مع المدرب عبد الغني شهد. هذه تصل الآن بمحاولة عدت بوسط ملعب المباراة ولا زالت مستمرة حتى هذه اللحظات. عادت الآن الكرة بمنتصف الملعب. الموسم الماضي كان يمتلك أيضا نخبة من اللاعبين المحترفين المميزين نادي النجف، اللاعب دومينيك مندي الذي انتقل لنادي الشرطة، واللاعب بيليف إياي الذي انتقل لنادي الميناء، واللاعب كذلك بريس. هذه الكرة وصلت الآن بهذا التقدم وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. بيليف الذي سجل بالأمس هدفين لنادي الميناء في شباك نادي نفط ميسان، كان أحد محترفي نادي النجف. هذه بعد التدخل بالكرة الماضية. تذكرنا عن تلك اللقاءات التي جمعت الفريقين، سلامة اللاعب خلال تلك المواجهات التاريخية ما بين الفريقين. هنا الركنية لمصلحة نادي النجف نشاهد، ومن ثم نعود لنكمل معكم تلك الأمور التي حصلت خلال اللقاءات السابقة ما بين الفريقين. نشاهد الآن الركنية، فهل يفعلونها نادي النجف؟ هل يضعونها مرة أخرى بالهدف من حمزة عدنان وبالراس إلى خارج أرضية الميدان؟ الكرة غادرت أرضية الميدان خلال تلك اللقاءات التاريخية ما بين الفريقين. أحبتي، هداف تلك المواجهات اللاعب علي هاشم ب9 أهداف سجل في شباك نادي أربيل خلال تلك المواجهات. هنا سحب من الخلف، لكن حكم المباراة يطلب الاستمرارية والأفضلية، يعطي الاستفادة لنادي النجف بهذا التقدم مرة أخرى. هنا المحاولة وتأتي صافرة حكم المباراة وخطأ بعد التدخل باللقطة الماضية. خطأ بعد ذلك التدخل في اللقطة الماضية. نشاهد تصل مرة أخرى الكرة عند اللاعب إدريس، من إدريس إنيانج، أعاد الكرة لحمزة عدنان. حمزة عدنان يحاول الآن بهذه التصويبة من حمزة عدنان، وصلت لسرهنج محسن، وصلت الكرة إلى سرهنج محسن. كذلك كما نتمنى التوفيق لممثل الكرة العراقية في البطولة الآسيوية في دوري أبطال آسيا للنخبة نادي الشرطة الذي يلعب مباراة الآن أمام نادي السد القطري بملعب الزوراء. هذه كرة بعد ما وصلت الآن. هنا التقدم مرة أخرى، الإبعاد يأتي من صفاء هادي، الكرة لا زالت عالية بالرأس للخلف تلعب، وبهذا التقدم هنا رضا فاضل الذي ظهر بالشوط الأول بهدفه الوحيد عندما تقدم، والآن يظهر مرة أخرى صفاء بوسط الملعب. عبد الله حزون، مر يا عبد الله، تعود الكرة هناك عند اللاعب مامادو ديارة وتذهب باتجاه اللاعب همام طارق. همام طارق يتقدم بتلك الكرة من همام طارق باتجاه مصطفى قابيل صاحب الهدف الثاني في المباراة. يتقدم مصطفى قابيل، المرور لنجم نادي أربيل مصطفى قابيل، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة.
نعم تذهب إلى خارج أرضية ملعب المباراة جانبية. تلك الكرة لمصلحة نادي النجف الآن. التعادل مهيمن على أحداث اللقاء، هدفين مقابل هدفين، 2 لنادي النجف 2 لنادي أربيل. وصلت هنا بمنتصف ملعب المباراة وعادت الكرة هناك صافرة وخطأ. اعتراض من اللاعب صفا هادي وبعد الاشتراك مع اللاعب سيفين منصور باللقطة الماضية. هذا التدخل من اللاعب صفا هادي مع اللاعب سيفين منصور بهذه اللقطة وبهذه الإعادة. تحدث عن هداف المواجهات التاريخية خلال لقاءات الفريقين علي هاشم، هداف النجف التاريخي ب9 أهداف، وكذلك علي هاشم عنده هاتريك في شباك نادي أربيل في موسم 91-92، سجل ثلاثية. وهداف نادي أربيل خلال لقاءات الفريقين اللاعب أمجد راضي ب6 أهداف. هذه الكرة وصلت والتقدم خلال هذه المحاولات مستمرة. تيميروف حاول الآن، الكرة لا زالت بمنطقة العمليات وبالراس يأتي الإبعاد هنا براسية بانوم أبعتها وادريسة قريب خلصها إلى خارج أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة. نعم علي هاشم عنده هاتريك في شباك أربيل موسم 91-92، وأمجد راضي عنده هاتريك في شباك النجف في موسم 2013. عدت التقدم وهنا المرور مصطفى قابيل وأمجد رحيم يتصدى للكرة. أمجد رحيم نعم يتألق ينقذ مرمى نادي النجف بعد التدخل بالكرة الماضية. لا زلنا نتابع، لا زلنا نشاهد أحبة بعد ما وصلت تلك الكرة، بعد ما عدت، ولا زالت الأمور مستمرة بهذا التعادل ما بين الفريقين. الأهداف التي سجلت نعم في المباراة 2 لنادي النجف. النجف أنهى الشوط الأول متقدم بهدفين مقابل هدف، وعاد في بداية الشوط الثاني نادي أربيل ليعلن عن هدفه الثاني، هدف التعادل بالمباراة. لكن هنا الإبعاد والكرة غادرت أرضية ملعب المباراة حتى هذه اللحظات. نعم هل تكون النقاط الثلاثة لمصلحة نادي أربيل أو ستذهب لمصلحة نادي النجف لكتيبة المدرب محمد عبد العظيم؟ من خلال هذا اللقاء حتى الآن لن يجري أي تغيير الكابتن محمد عبد العظيم باستثناء اللاعب محمد المرمور الذي ترك أرضية الملعب بسبب الإصابة. نشاهد الكرة مضت والتقدم لا زال عند اللاعب ماماتو بمنتصف الملعب. هذه عند اللاعب علي شاخوان بتمريرة شاخوان تصل الآن هناك من اللاعب جونيور يلعبها نعم لدوكا جونيور لعب تلك الكرة وإلى خارج أرضية الملعب. حضور رائع للاعب الأوزبكي شيرزوت تيميروف الذي سجل الهدف الأول لنادي أربيل. نتابع حتى هذه اللحظات إثارة ومتعة بهذه المباراة، ولا زلنا نشاهد من أكبر النتائج التي حققها نادي النجف في الموسم الماضي. تغلب على القوة الجوية 4-0، وكذلك 4-1 على نفط ميسان، 3-1 على الحدود، 3-2 على كربلاء، و3-2 على الميناء. هذه كأكبر نتائج حققها وانتصر بها في الموسم الماضي، بينما كأكبر خسارة تلقاها من القرمة 3-0 من القوة الجوية، 3-0 في مباراة الإياب، ومن نفط ميسان في مباراة الإياب كذلك 3-0. كأخسى نتائج كانت في الموسم الماضي خسر بها نادي النجف. ولا زلنا نتابع بينما نادي أربيل الموسم الماضي هو احتل المركز الثاني عشر. هذا التدخل بالكرة الماضية والبطاقة الصفراء كانت على اللاعب جونيور الذي تلقى البطاقة الصفراء. بعد ذلك التدخل بقوة والبطاقة الصفراء كانت حاضرة من حكم المباراة الدولي زيد ثامر. جانبية تنفذ الآن بهذه الكرة التي مضت ولا زالت مستمرة عند اللاعب هاري، وتأتي صافرة حكم المباراة. خاطر لمصلحة علي شاخوان. هذا دريس سريان عند اللاعب علي شاخوان، تراجع من أكي وحزير، أعاد الكرة ماموتو من ماموتو جونيور لهارون الزبيدي. يحاول التقدم هارون بهذه اللقطة. علي فائز سيطرة بوسط الملعب،
ونقلة باتجاه لاعب أحمد نعيم من الجهة اليمنى. أحمد نعيم يحاول التقدم لعبد الله حسون، ينتظرون يا عبد الله حسون، يشاهدون يا عبد الله حسون. نعم جماهير النجف ينتظرون يا عبد الله حسون. وهنا حمزة عدنان، تأتي نقلة عدنان وتعود من سيفين منصور، تنقطع وعبد الله يحاول، ولكن هنا يلف ويدور بالكرة أكرح زير، والتقدم من مصطفى قابين انقطعت لعلي فائز مرة أخرى. علي فائز يلعبها عند إدريس نيانج، من إدريس نيانج لصفا هادي. التقدم الآن، التقدم يا عبد الله حسون. عاد الكرة لأحمد نعيم في الجهة اليمنى، وإدريس نيانج يعيد الكرة لمحمد جاسم. جاسم مرة أخرى، جاتوش بانوم. بانوم يتقدم لحمزة عدنان. حمزة عدنان بهذه السيطرة وهذا الانتشار، والكرة تنفذ عالية. لا زالت هنا العمل بسلاسة للمنظومة، منظومة خط الوسط لنادي النجف، ولكن الإبعاد تتخلص. هناك سقوط أحد اللاعبين، سلامة اللاعب جاتوش بانوم بعد التدخل بالكرة الماضية. تحدثنا عن نتائج نادي النجف في الموسم الماضي عندما احتل المركز الخامس عشر، بينما أربيل الذي احتل المركز الثاني عشر في الموسم الماضي، وكأكبر نتيجة فاز بها كانت على نفط البصرة 4-1، 4-2 على الكرخ، 3-1 على كربلاء، 3-1 على الحدود، 3-2 على نفط ميسان في الموسم الماضي. كأقصى خسارة تلقاها من القاسم 4-0، من الشرطة 4-1، من الزوراء 4-0، من زاخو 3-1، من النفط 3-2، من الميناء 3-0، ومن الكهرباء 3-0. هذه كأقصى نتائج تلقاها نادي أربيل في الموسم الماضي، واليوم يدخل هذا الموسم بقوة لكي ينافس، نعم، ولكي يثبت جدارته ويكون في المراكز المتقدمة من دوري نجوم العراق. عادت الكرة هنا بنقلة طويلة وللأمام، كرة بالراس تتخلص، لكن هنا التقدم من اللاعب جاتوش بانوم، ولكن هنا تعود مرة أخرى إدريس نيانج من السنغالي. عاد بالكرة عبد الله حسون، مر هناك عرقلة، هناك سحب من الخلف، وفيها بطاقة، فيها بطاقة صفراء على اللاعب شاخوان. هذا خطأ نعم تكتيكي من هذا اللاعب، شاهد إعاق هذه الهجمة وأراد أن يوقف اللاعب عبد الله حسون، لكن البطاقة الصفراء كانت حاضرة. البطاقة الصفراء كانت حاضرة على اللاعب علي شاخوان. الموسم الماضي مثل القوة الجوية، والكرة غادرت أرضية ملعب المباراة، غادرت أرضية ملعب المباراة. حتى الآن التعادل هو المهيمن على أحداث المباراة. المباراة كفة بكفة، أحبتي 2 لنادي النجف و2 لنادي أربيل. مستمر الكرة هناك عند المدافع نودو جونيور ندوكا، والكرة بهذا التقدم طويلة للأمام. هل تصل للاعب تيميروف الأوزبكي؟ حاول لكنها انقطعت من أحمد نعيم، وعادت لإدريس نيانج، من إدريس لبانوم، إدريس ولصفا هادي، بينما حمزة عدنان هو القريب. حمزة عدنان حاول، والكرة عند اللاعب صفا هادي، من إدريس نيانج بوسط الملعب. خطأ لمصلحة نادي النجف. كل شيء يمضي حتى الآن. هنا تغيير لنادي النجف، اللاعب التونسي نسيم بن خالد صيود يشترك الآن، وكذلك رضا محمد حاكم يشترك. جعفر عبيس من يترك أرضية ملعب المباراة بهذه اللحظات على ما يبدو. هذه التغييرات، وعبد الله حسون كذلك يترك أرضية ملعب المباراة. إذن جعفر عبيس يغادر أرضية الملعب، ونسيم يشترك. نعم، نسيم بدلا من جعفر عبيس. تغييرات المدرب محمد عبد العظيم المصري، وعبد الله حسون كذلك يترك أرضية ملعب المباراة. إذا بدأت تغييرات المدرب. رضا محمد حاكم يشترك الآن. رضا لعب للزوراء والقاسم والنجف، والآن يشترك بهذه اللحظات. تغييرين للكابتن محمد عبد العظيم، رضا حاكم ونسيم بن خالد التونسي. نسيم صيود تصل الآن، والتقدم لا زال بهذه المباراة. ممكن أن يكون من رضا محمد حاكم بهذه الكرة وهذا التقدم، لكنها تبعد. نشاهد هل تكون هناك تغييرات للجنرال باسم قاسم، لكن رضا يحاول أن يجلب الرضا لجماهير النجف ويقود المباراة بهدف ثالث. البديل عندما يشترك لابد أن يفعل المستحيل، وهذا ما تنتظره جماهير النجف. هنا التقدم، هنا الثالث، لا ضاعت كرة الهدف الثالث،
ضاعت كرة الهدف الثالث. رضا حاشم الذي يحاول أن يجلب الرضا لجماهير النجف وللكادر التدريبي ليكون راضي عن اللاعب رضا بدخوله، يحاول أن يفعل المستحيل هذا اللاعب. مرور جميل، أداء رائع، نعم بلمسة أولى من اللاعب رضا حاشم بهذا التقدم، ولكنها غادرت أرضية الملعب. نسيم كان يطالب رضا، نسيم يا نسيم التونسي. هنا تغيير في صفوف نادي أربيل. أحمد زيرو يترك أرضية الملعب ويشرك اللاعب بجار مهدي. صالح وعلى رعد أيضا يستعد الآن. نشاهد الآن بعد ما ترك أرضية الملعب زيرو. وعلي شاخوان كذلك، علي شاخوان يترك أرضية ملعب المباراة على ما يبدو يكون على رعد، واللاعب بجار مهدي يشترك بهذه اللحظات. هذه كرة وبهذا التقدم حتى الآن التعادل أحبتي لا زال مستمر ما بين الفريقين، ولا زلنا نشاهد. هذه مرت بجار مهدي، عدت والتقدم. هنا يأتي الإبعاد من حمزة عدنان، عدت إلى خارج أرضية الملعب. لا زالت الأمور مستمرة، نعم حتى هذه اللحظات التعادل قائم ما بين الفريقين، 2 لنادي أربيل و2 لنادي النجف. محاولات مستمرة، تبادل هذه الهجمات حتى الدقيقة 70، 20 دقيقة متبقية على نهاية أحداث المباراة، والتقدم حتى هذه اللحظات. استحواذ واضح ما بين الفريقين، وعدت الكرة بالراس هنا إلى خارج أرضية الملعب. يأتي الإبعاد وغادرت أرضية ملعب المباراة. تحدثنا بنتائج نادي أربيل وذكرنا خلال اللقاءات التاريخية بالمناسبة نادي النجف ونادي أربيل دخلوا لمنافسات الدوري العراقي سوية، واليوم نرى النجف كان وصيفا ل3 بطولات للدوري العراقي ب3 مواسم مختلفة، وكذلك من أهم إنجازات وأبرزها نادي أربيل حقق لقب الدوري العراقي 4 مرات. هنا الصافرة والخطر، هنا الصافرة والخطر. أربيل بطل الدوري العراقي 4 مرات، موسم 2006-2007 مع المدرب أكرم سلمان، وموسم 2007-2008 مع المدرب الدكتور صالح راضي، وفي آخر مباراتين قاد الفريق ثائر أحمد، وموسم 2008-2009 كان مع المدرب ثائر أحمد. أما موسم 2011-2012 مع المدرب نزار محروس. هذه كألقاب نادي أربيل. وهنا الكرة الثابتة بهذا المكان الخطير، يحاول نادي النجف أن يضاعف نتيجة المباراة. هذه عدت، الله 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 الله، العارضة نعم تحرم النجف. هل فيها ركنية أم لا بالعارضة؟ وغادرت أرضية الملعب. حمزة عدنان بتسديدة قوية جدا ذهبت وغادرت أرضية الملعب. شاهد بهذه الإعادة العارضة التي تنقذ مرمى أربيل من هدف ثالث من هذه التسديدة الرائعة والتصويبة الجميلة من خلال الكرة الثابتة من اللاعب حمزة عدنان، كادت أن تزور الشباك وتضيف 3 أهداف المباراة لنادي النجف، لكنها ذهبت وغادرت أرضية ملعب المباراة. حتى الآن لازلنا نشاهد أحبتي، فالمباراة مستمرة بالتعادل ما بين الفريقين. قابيل عدى، قابيل مر، قابيل مر، لا 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 يا أمجد رحيم، ما الذي فعلت يا أمجد رحيم؟ ارتكبت خطأ كبير، ارتكبت خطأ فادح يا أمجد رحيم. نعم تسببت بضربة جزاء، ركلة جزاء لنادي أربيل. الآن مصطفى قابيل الذي حاول ومر وتلاعب بالدفاعات بهذه الإعادة الخاطئة. نعم مر، لا ماذا فعلت يا أحمد نعيم؟ عاد الكرة للخلف
وأخطأ بهذه الكرة الحارس أمجد رحيم الذي حاول أن يخطف الكرة من أمام أقدام اللاعب مصطفى قابيل، لكن بذكاء هذا اللاعب تقدم وتعرقل بأيادي الحارس. والآن حكم المباراة كان قريب ليحتسب ضربة جزاء لمصلحة نادي أربيل، أم سيعود ليتأكد؟ إذن تترك الأمور. حكم المباراة ماذا يقول؟ هل يعود للفار أم يقول خلاص؟ ضربة جزاء لنادي أربيل. هو كان قريب، كان خلف اللاعب مصطفى قابيل وأعطى قرار، وأمجد رحيم يقول له اتأكد من الفار يا كابتن زيد ثامر. هذا ما يطلبه الحارس ولاعبي نادي النجف. نشاهد الآن القرار يبقى هناك بغرفة الفار والأمور كأنها محسومة. يأتي القرار بلنتي نعم لنادي أربيل. نظرات للمدرب باسم قاسم، هذا الجنرال لأكثر من 20 عام مدرب في الدوري العراقي وفي الدوريات الأخرى، وكذلك قاد العديد من الأندية الكبيرة، واليوم مع نادي أربيل. نظرات للمدرب محمد عبد العظيم بعد أن كان نادي النجف متقدم، عاد أربيل في بداية الشوط الثاني وعدل نتيجة المباراة. والآن على ما يبدو على التنفيذ اللاعب شيرزود تيميروف على تنفيذ ضربة جزاء. هل هناك شيء؟ أمجد رحيم تراجع، تيميروف على التنفيذ الأوزبكي. وتتذكر تلك الأيام والأسماء الكبيرة لاعبي المنتخب الأوزبكي قاسموف إبراهيموف. وهنا اليوم تيميروف، شيرزود تيميروف الذي سجل الهدف الأول لأربيل. هل يسجل ثاني أهدافه للقلعة الصفراء؟ هذا الإمبراطور الأوزبكي تيميروف يتقدم. الله، يأتي ثالث أهداف المباراة للقلعة الصفراء من الإمبراطور تيميروف شيرزود تيميروف يسجل ثالث أهداف المباراة للهب الأصفر. عادت القلعة الصفراء، أبناء هولير يحصنون أسوار القلعة لكتيبة الجنرال باسم قاسم ويعلنون عن ثالث أهداف المباراة. تيميروف وضع الكرة في الزاوية اليسرى للحارس أمجد رحيم، يعلن عن ثالث أهداف المباراة من علامة الجزاء. شيرزود تيميروف يعلن عن الهدف الثالث من علامة الجزاء والهدف الشخصي الثاني لهذا اللاعب بهذه المباراة. تصبح نتيجة اللقاء 3-2 الآن، 3-2 نتيجة المباراة، 3 لأربيل 2 للنجف. تغيرت الأمور، أصبحت ريمونتادا لنادي أربيل في الشوط الثاني بعد أن كان متأخرا بهدفين مقابل هدف، لكن تغيرت الأمور في الشوط الثاني وأصبحت ب3 أهداف مقابل هدفين. نشاهد، هل يعود نادي النجف؟ نعم، من الممكن فلا شيء مستحيل. ممكن أن تكون بهذا الجنون، أن تكون بهذه الندية. والكرة إلى خارج أرضية الملعب. نسيم، حاول نسيم صيود ولكن الكرة مضت بعد تلك الكرة التي عدت. وحمزة عدنان الآن هو على التنفيذ بهذه الركنية. حمزة عدنان ينتظرون النجف الآن. يا حمزة عدنان يلعبها بالراس ولكن الإبعاد يأتي هذه المرة لمصطفى قابيل الذي تسبب وتحصل على ضربة جزاء. بعد ذلك الدخول مع الحارس أمجد رحيم. وصلت هنا التقدم لكنها تعود لأحمد نعيم. أمجد مرة أخرى. نتابع أحبتي، نشاهد. اشتدت الأمور، أصبح نادي النجف غزلان البادية يبحثون عن تعادل. وهنا همام طارق يتراجع، همام طارق يتراجع ويبعد الكرة من أمام لاعبي نادي النجف. أبعدت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. بعد ذلك التدخل
ولا زالت الأمور مستمرة حتى الآن. التقدم أصبح ب3 أهداف مقابل هدفين في الشوط الثاني. استطاع أن يعود نادي أربيل ويعالج الأمور. نعم، وبعيدة الركنية الآن لمصلحة نادي النجف. ينتظرون، هل يفعلونها أبناء النجف؟ هل يفعلونها غزلان البادية؟ نشاهد الآن، نتابع بهذه الكرة الثابتة تنفذ. هنا الراسية من صفا هادي، ولا زالت عند السرهنج محسن. بهذا التدخل من سرهنج يخطف الكرة. سرهنج مصر باللقطة الماضية. تابع وشاهد واستمتع بمتعة اللقاء، بإثارة المباراة. لازلنا نتابع ونستمتع أحبتي. نعم، باللقطة الماضية. هذه وصلت الآن، عدت. التقدم لا زال مستمر حتى هذه اللحظات. سجلت تيميروف هدفين ومصطفى قابيل هدف، بينما سجل للنجف رضا فاضل، وهدف عكسي كان عن طريق الخطأ من المدافع أحمد زيرو الذي ترك أرضية الملعب. هذه وصلت مرة أخرى. هنا عند الحارس أمجد، ملعوبة الكرة من أمجد طويلة للأمام. هنا التقدم قريبة من رضا، صافرة وخطأ بهذا المكان. خطأ لمصلحة نادي النجف. هل يستغل هذه الأخطاء نادي النجف ويعيد الأمل لجماهير النجف ويسجل هدف التعادل؟ أكيد نقطة من أرض المنافس أفضل من لا شيء. سلامة اللاعب. لازلنا نتابع أحبتي. سلامة للاعب بهذه اللحظات. نتمنى السلامة لكل اللاعبين. هذا نسيم اللاعب الذي يشرك في الشوط الثاني من المباراة. وكما تشاهدون أحبتي التقدم مستمر ب3 أهداف مقابل هدفين. نادي النجف يسعى للعودة بالمباراة. هناك 10 دقائق إلى 9 دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي. هذا عدد الوقت الذي سيضاف، ونادي النجف يسعى خلال هذه الدقائق أن يعود بالمباراة ويعدل نتيجة اللقاء بعد أن كان متقدما بالشوط الأول. وهنا البطاقة الصفراء على اللاعب أكو، أو على اللاعب هارون، عفوا هارون الزبيدي الذي كان ساقطا على أرضية ملعب المباراة. لازلنا نتابع، لازلنا نشاهد بداية قوية جدا لمباراة حماسية وكبيرة ما بين نادي النجف ونادي أربيل من خلال هذه المباراة. والكرة الثابتة هل ستترك؟ أنا أقول اتركوها للمختص بالتنفيذ للكرات الثابتة بهذه الأماكن. علي فاز هو على التنفيذ، هو على التنفيذ. هل يذكرنا بتلك الأيام الجميلة عندما كان مع المنتخب الوطني وبأحد أهدافه الرائعة مع منتخبنا الوطني في شباك قطر؟ هذه كرة تنفذ، وهنا بتسديدة قوية، لكن جاء الإبعاد من الحارس سرهنج محسن وأبعدت تلك الكرة. لا زالت محاولة إلى الأمام والتقدم. هناك رضا حتى هذه اللحظات، وكل شيء مستمر بندية هذه المباراة. 3 أهداف مقابل هدفين. عادت الكرة من اللاعب جاتوش بانو لأحمد نعيم. أحمد نعيم، التقدم بهذه الكرة من أحمد نعيم، العبور يا أحمد نعيم، وتصل مرة أخرى. هناك التراجع. حمزة أعاد الكرة لنسيم، ومن نسيم تعود لأمجد رحيم. طويلة يا أمجد رحيم،
ارتقاء والكرة بالراس تبعد من اللاعب جونيور. إيدوكا جونيور لعلي فايز. حمزة عدنان يحاول الآن من حمزة عدنان، يتراجع علي فايز بالكرة ليه الحارس أمجد رحيم. أمجد يلعبها، تخلص من الكرة الطويلة. هنا الارتقاء ويأتي الإبعاد بالراس لعلاء الرعد. علاء رعد الذي يشرك بديلا بالشوط الثاني، وصلت يؤدي أدوار الدفاعية، لكن هنا التقدم، هنا العبور، هنا المحاولة والمرور، لكن هناك سقوط وحكم المباراة يطلب استمرارية اللعب. الكرة عادت بمنتصف ملعب المباراة عند اللاعب بزار مهدي صالح، اللاعب البديل الذي حاول التقدم الآن حتى هذه اللحظات، والأمور مستمرة بهذه المباراة بتقدم نادي أربيل. سلامة اللاعب رضا فاضل بعد هذا التدخل من اللاعب مامادو ديارا. هذا مامادو ديارا تدخل مع اللاعب رضا فاضل، وخطأ كان باللقطات الماضية، لكن الكرة تصل الآن بالراس. هنا تتخلص وتعود مرة أخرى نسيم الذي اشترك في الشوط الثاني، تعرض للإصابة والكرة بنقلة هنا لرضا. رضا يحاول يقترب رضا من أجل أن يعيد الأمل ويعيد المباراة لنقطة التعادل، لكن الإبعاد يأتي من اللاعب هارون الزبيدي. أبعد الكرة اليمني وتعود عند اللاعب نسيم يحاول التونسي أمام اليماني يقطع الطريق، والتونسي حاول العبور والإبعاد يأتي عند اللاعب هنا جاتوش، يلعبها بنقلة وخطأ بعد التدخل بالكرات الماضية. كان هناك خطأ على اللاعب جاتوش بانو باللقطة الماضية. الخطأ بالتدخل مع اللاعب مصطفى قابيل وصافرة حكم المباراة. بعد ذلك الخطأ على اللاعب جاتوش بانو. الوقت يمضي ويداهم مجريات المباراة حتى الآن أحبتي. بالجولة الأولى لن تنتهي أي مباراة بالتعادل، أي مباراة لن تنتهي بالتعادل. نعم، هناك مباراة القوة الجوية والكرخ لا زالت مستمرة بتقدم القوة الجوية بهدف دون رد حتى الدقيقة 82، ومباراتنا حتى الدقيقة 86 مستمرة ب3 أهداف مقابل هدفين. هل يعود النجف ويعدل نتيجة المباراة ويكون أول تعادل خلال الجولة الأولى بهذه المباراة، بينما جميع المباريات التي لعبت منذ يومين نعم استمرت بالانتصارات. ديالة تغلب على أمانة بغداد بهدفين مقابل هدف، والطلبة تغلب على زاخوة بهدف مقابل لا شيء. نوروز تغلب على الكهرباء ب3 أهداف مقابل هدفين، والميناء تغلب على نفط ميسان ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. النفط تغلب على القاسم ب3 دون رد، والقرمة تغلب على توك بهدف مقابل لا شيء، والغراف تغلب على الموصل بهدف دون رد. والقوة الجوية لا زال مباراة أمام الكرخ متقدم بهدف مقابل لا شيء، بينما مباراة الزوراء والشرطة لحساب الجولة الأولى مؤجلة، والشرطة لا زال الآن يلعب مباراة أمام نادي السد القطري في بطولة دوري أبطال آسيا. كل التوفيق لممثلي الكرة العراقية في البطولات الآسيوية والبطولة الخليجية. سلام للاعب مصطفى قابيل يغادر أرضية ملعب المباراة، والآن يشرك اللاعب ذو الفقار يونس عبد علي قادم من توك. هذا نجل الكابتن يونس عبد علي لاعب الشرطة السابق ونجم منتخباتنا الوطنية، وكذلك هداف نادي الشرطة. هذه الكرة التي وصلت وتعود الآن بمنتصف الملعب بتصويبة. هذا نجل الغزال الأسمر الكابتن يونس عابد علي. وصلت والتقدم هنا من جديد، محاولة والتصويبة من اللاعب تيميروف البرازيلي. سدد بقوة من هذا المكان. لاعب سجل هدفين في المباراة، يسعى لتسجيل الهدف الهاتريك، لكن الكرة ذهبت وغادرت أرضية ملعب المباراة. مستمرة بندية هذا اللقاء. هذا هو سيفين منصور لاعب نادي أربيل، حاولوا التقدم بالمباراة ولا زالت مستمرة بهذا العطاء الكبير خلال مباراة اليوم. 2 للنجف 3 أربيل.
نسيم، يا نسيم تترك الكرة هنا المحاولة سقوط، وحكم المباراة يطلب استمرارية اللعب حتى غادرت أرضية الملعب. بعد هذا التدخل فيها بطاقة صفراء على اللاعب صفاء هادي. البطاقة الصفراء بعد الاشتراك مع اللاعب دوكا جونيور واعتراض من اللاعب صفاء، لكن البطاقة الصفراء تشهر على اللاعب صفاء هادي. نشاهد بهذه الإعادة ما بين جونيور، هو سقط أرضا أم هل كان هناك دعس على يد اللاعب من قبل صفاء هادي؟ هل كان الدعس متقدم أم لا باللقطة الماضية؟ نشاهد هذه الإعادة. لن تكن لقطة مقصودة أو متعمدة، سقط اللاعب ولم ينتبه اللاعب صفاء، لكن بالآخر قرار حكم المباراة بإعطاء البطاقة الصفراء للاعب صفاء هادي باللقطة الماضية. لا زلنا نتابع حتى هذه اللحظات أحبتي، الوقت يمضي ويداهم مجريات الشوط الثاني. بدأت الثواني بالعد التنازلي لما تبقي من أحداث المباراة، وعلى ما يبدو صفاء على ما أعتقد عند بطاقة صفراء، لكن حكم المباراة يستمع لقرار الحكم. لا، لم تكن على صفاء، بل هي كانت على اللاعب نعم جعفر بيس الذي ترك أرضية الملعب. وتستمر الكرة الآن 6 دقائق كوقت إضافي لنهاية أحداث المباراة. إذا نلعب بالوقت المضاف لهذه المباراة ب6 دقائق. هل ينجح نادي النجف ويعدل نتيجة المباراة؟ هل يفعلونها غزلان البادية ويعودون بنقطة ثمينة من تهوك هنا من ملعب تهوك وأمام نادي أربيل؟ نشاهد نتابع أحبتي ملعوب الكرة عند علي فاز. هل تعود المباراة لتصبح كفة بكفة؟ نسيم هناك عادت بنقلة رضا فاضل وتمريرة أحمد نعيم. صفاء هادي، هل يفعلها صفاء؟ هنا التعادل ممكن أن يكون، لكنها عادت تدريسة عند اللاعب بانوم. حمزة عدنان لاعب نقلة من عدنان وكرة بالراس تتخلص. جونيور أبعتها بتسديدة قوية، الله الله الله. عادت ورضا حاشم يحاول، الصراع مستمر بمنطقة العمليات. لا زالت الخطورة قائمة، لا زالت الخطورة هنا مستمرة. النجف يحاولون، النجف لا يتراجعون، إما أن يضعوها بالهدف، إما أن يضعوها بالهدف للنجف. هنا نسيم، وهنا الخروج لسرهنج محسن. سرهنج ينقذ مرمى نادي أربيل بعد الخروج باللقطة الماضية، ومستمرة بهذا العطاء. صفاء الذي حاول صفاء وأبعدت تلك الكرة من اللاعب بزار مهدي صالح. وهذا التصدي لهذه الكرة القوية بهذه التسديدة الرائعة من أحمد نعيم، لكن سرهنج تألق، سرهنج أبدع وأبعد الكرة الماضية حتى عادت الآن. هنا التقدم ذو الفقار يونس عابد علي، ذو الفقار، والكرة ضاعت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. مستمرة بهذا العطاء الكبير، مستمرة المباراة بهذه الندية الكبيرة. نعم بهذه اللحظات شمبر علي يشترك الآن، ورضا يترك أرضية الملعب، وكذلك أحمد نعيم ترك أرضية ملعب المباراة، وسجاد رعد اشترك. سجاد رعد اشترك زج ببطاقاته. محمد عبد العظيم بهذه الدقائق المتبقية، ويسعى أن تتغير الأمور بهذه المباراة الرائعة. بالفعل أحبتي مباراة جميلة، مباراة ممتعة بين الفريقين. شاهدنا الكفة الأولى كانت لمصلحة نادي النجف والتي انتهت بهدفين مقابل هدف، لكن في الشوط الثاني بالكفة الثانية عادت المباراة لتصبح ب3 أهداف مقابل هدفين لنادي أربيل. هناك تغيير آخر وسيفين منصور يترك أرضية ملعب المباراة.
سيفي المنصور يترك ارضيه الملعب ويعزز خط الدفاع الكابتن باسم قاسم باللاعب نياز محمد. نياز محمد يشترك الان بهذه اللحظات. نعم نياز يدخل بدلا من اللاعب سيفي المنصور بهذه الدقائق المتبقيه. ونادي النجف خلال هذه الدقائق 33 ثانيه المتبقيه هل يعيدون الامل ويتشاركون نقاط هذه المباراة أم ستذهب النقاط الثلاثة لأربيل مع المدرب باسم قاسم من خلال هذا اللقاء؟ أيضا 3 أهداف مقابل هدفين أحبتي بمباراة جميلة، بمباراة رائعة ما بين أربيل هولير أبناء القلعة الصفراء اللهب الأصفر أمام غزلان البادية أبناء النجف أبناء حيدر الكرار أبناء الموج الأزرق من خلال مباراة اليوم، وهم يحاولون التقدم من خلال هذا اللقاء. فوصلت الكرة بهذا التقدم، هي بالراس، عدت الكرة لتصل بمنتصف ملعب المباراة براسية أخرى. شاهد وترقب، استمتع هنا التقدم، يحاولون أن يعودوا بالمباراة، يحاولون أن يعدلوا كفة المباراة، تصل بنقلة طويلة والكرة عادت مرة أخرى قريبة من نسيم، انقطعت يا بانوب، تعود لحمزة عدنان وبوسط ملعب المباراة حمزة عدنان. عادت الآن هناك عند اللاعب رضا بنقلة، رضا محمد حاتم، ولكن هناك تعود مرة أخرى التقدم يا دريسة، وصلت مرة أخرى. شاهد الكرة لمحمد جاسم قريب، محمد وعلي فايز، علي فايز يقطع الطريق وهو من يتقدم بهذه الدقائق بهذه اللحظات المتبقية. هل تكون رصاصة الرحمة التي تعيد الأمل وتعدل نتيجة المباراة لنادي النجف بما تبقي من أحداث المباراة، أم تستمر بهذا التقدم لمصلحة أربيل ب3 أهداف مقابل هدفين؟ والإبعاد يأتي، تتخلص وتعود بوسط الملعب. هنا نقلة، هنا عدت أكو، يحاول أكو حزير من أكو حزير وهمام طارق يظهر أمامه، همام طارق، وهنا التقدم، هنا همام يحاول ويبحث عن زميل، المساندة تأتي بينما الكرة تنقطع من محمد إلى علي فايز. هنا الكرة من جاتوش بانوم وبوسط ملعب المباراة من اللاعب صفاء لجاتوش بانوم. شن الهجوم الآن الأسمراني الإثيوبي للتونسي نسيم، مر يا نسيم، عدى يا نسيم، والكرة انقطعت يا نسيم، كادت أن تكون جحيم في مرمى أربيل، وتصدى سرهنج محسن. سرهنج يتصدى، سرهنج يتألق، ونسيم يعود بعد تلك التصويبة. وهنا الخطأ تأتي وصافرة حكم المباراة تعلن عن نهاية أحداث اللقاء. نعم 3 نقاط و3 أهداف لنادي أربيل، هدفين للنجف. مبارك لنادي أربيل وجماهير أربيل، هارد لك للنجف وجماهير نادي النجف. بداية قوية للفريقين، بداية رائعة، بداية جميلة. نعم المباراة الأولى لا يعني نهاية المطاف، ربما يتعلم من أخطائه ويعود في الجولة الثانية ليصحح المسار، بل هي كمباراة كانت بالمجمل مباراة جميلة جدا وممتعة ما بين الطرفين. تقبلوا تحياتي معلق اللقاء حسين السعدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.